برضه صوت الاطفال، نسوان الكبار، البنات، الشباب. وضيفنا العزيز علينا الاستاذ عبد الله علي عبد الرازق. عبد الله مرحبا بك. مرحبا بك محمد موسى، ومرحب بمعجبين ورواد برنامجكم، وكل سنة والجميع بخير، ورمضان ربنا عاد على الجميع باليمن والبركات. عبد الله، نحن دايرين نخش معاك طوالي، وقبل قلنا في كلامنا انك انت زول بتقلد الاطفال، يعني عندك ملكه بتاعت تقليد اطفال. دايرين نبدا بالاطفال، يعني خد روحك في محل طفل يعني في المدينه بيوصف في وجبته النوع الاكل اللي بياكله كده. جاب لنا كاليزوني، وجاب لنا مكرونه بالبشاميل، وجاب لنا خط ضب، وجاب لنا شيبسي، وجاب لنا حاجات حلوه قاعده جوا بكل ارتياح يا اخواننا، لانه قدام عينه في متناول يده بيقدر يعبر عنها، بعكس طفل القريه اللي ما بيقدر يعبر عن الحياه. جاب لنا اها جاب لنا جابوا لكم شنو؟ جاب لنا حاجات وحاجات وحاجات وسلطه ورغيف. بس قدر الشيء قدر يعرف السلطه والرغيف. ما جاب لكم جداد؟ جداد بناكل في حالتين. حالتين شنو؟ يا ابوي عيان يا جداد عيان. ما في حاله ثالثه يا اخواننا تجيب الجداد. طيب يا عبد الله، لو داير يوري الواقع اللي عندهم حاجات في هل البيت. احنا مرتبين؟ عندكم شنو؟ عندنا قروش كثيره ما شاء الله. والله صحيح. اها عندنا امارات وعندنا قروش كثير، دايرين نشتري طياره. طياره؟ هاي لمنو؟ لتت اختي ليه؟ سولت باكسه بالشارع، دايرين نخلي الوطن قدام الجو شوف النعمه دي. بحقنا. إمكانيات. مرتبين مرتبين ما شاء والله الله. صحيح. داري تشتري شنو؟ دايرين نشتري نهر النيل. كله؟ هاي تعملوا بيه شنو؟ نعمل حوض سباحه لحبوبه حبوبه تعملوا لها البحر كله حوض سباحه؟ بحقها. والله بحقكم. والله صحيح. والله ما شاء الله. اها بتقرا وين انت؟ انا مرتب شديد، قاعد اقرا في الروضه النموذجيه. الروضه النموذجيه. هاي ما شاء الله. وبتدرسنا مع رويده. ماما رويده؟ هاي ده كده حاليا في كندا. في كندا حاليا. هاي يا سلام، يقدر يا اخواننا بيعبر عن حاجاته بسهوله. طيب بهناك الاكل كيف؟ تمام. لا الحاجات اللي عندهم بوصفها. جابوا لنا لا الاكل ما جابوا لهم. عندنا حاجات حاجات شنو؟ عربيه. اها عندنا عربيه كبيره مصلحينها بلا صادق حقت ورق. حقت ورق؟ هاي بسوق الجيلي. وها ابوك فيه ولا ما في؟ دار بشنو؟ انا ما جايه من هنا. ده ترغد معانا ها؟ طبخ لك ديك زينب. هوي ها. والله صحيح. ديك زينب؟ سوي لك شربات. هوي ها. والله اللي حظك ليه؟ تقرطع براك. خلي لي معاك حبه. هاي انا بخليها بقول لك تعال شيلها. ما تنهديني ليه؟ بصمتوني. هسوي شنو؟ خلاها نص فوت انا بقوم بالواجب. والله يا اخواننا زول واجب وزول واجب طوالي. انت قال المرايات دي حقت منو؟ اها حقت رغيه. والله يكبر. والله ولا بنا جابها منا فوزيه ليكا. ليه انا ده؟ تقعد نوم معانا. ليه؟ بيسوي لك شعيريه. هوي الله حظك الليله بتشهم. والله يكبر. الله صحيح. انت هسه كان كبرت بتشتغل شنو؟ بشتغل ضيف. شنو؟ ضيف تشتغل ضيف لهنا؟ شربات ودقيقات وملحلام. ده الطموح، داير يبقى ضيف عشان ياكل مجان. طيب عبد الله، نمرق من الاطفال يا في رمضان، يعني انت تخيل انك انت بيت من بنات المدينه في رمضان، تجهيزاتهم كيف ده بتعمل؟ طبعا برنامجهم محدوده يعني. نعم. او يعني مثلا تقول لك شنو عايز اقول لك كلمه، احنا طبعا رمضان جاهزين. اول شنو يعني السنه دي جاي امير ومهند وتليان، وهم هي يعني ان شاء الله حيصوموا معانا، بس المشكله المسلسلات بتكون مدخره. بعدين دائما الدعوات بتكون كثيره، وطبعا انا متابعه 4 مسلسلات في رمضان، وان شاء الله يعني حادعو كل الزملاء والزميلات يعني. وجهزتي شنو لرمضان؟ بتجهزوا شنو؟ والله طبعا يعني اسمي نيو يعني احنا يعني في حاجات كثيره يعني زول ما يقدر يتذكرها، لكن امي اللي قد تقوم بالتجهيزات يعني. يا سلام، ده التجهيز ديلك بيجهزوا كيف؟ جاهزين والله. عملتوا شنو؟ رمضان جاهزين الدقادين من بدري كمان اخوي. عملتوا شنو؟ اي شيء عملناه. اي شيء؟ هاي زي شنو؟ عشنا اللابريه وجبنا الرز. هسه ده اي شيء؟ فطور وسحور، ثاني شنو؟ والله ما شاء الله. الله يجزاك. وبتفطروا براكم ولا؟ جوطه كلنا بنفطر. معاكم منو؟ بنتجمع جميع. اها. معانا من وقت اللي بيجوا الشارع ده بيقعد معانا. لا جيرانكم منو اللي بيجوا؟ بيجوا والله دول كلهم بيبقوا لنا. اللي بيقولوا لكم شدوا؟ بنتلقى الشتة بنقعد في حته واحده. الا الدقه فاقدين عوضيه. مالها؟ نعم انها عمرت بدري. مشت العمره. هاي طيب انتوا بتاكلوا شنو في الفطور؟ اي شيء بناكله. زي شنو؟ الملحات دي جت عليها. زي شنو؟ النعيميه. اها. هسه كنت جد عليها نعيميه واحده. والتقليه. اها. بقى بتحلوا؟ من حل كمان فكر بدون تحليه. بتحلوا بشنو؟ بطيخ.
بس الله يجد. ما شاء الله تبارك. طيب يا عبد الله، في العيد يباركوا العيد كيف في المدينه يعني؟ خلاص المدينه المفردات محدوده يعني. السلام عليكم، بقول لك اهلين، كل سنه وانت طيبين. وانت طيب. لحد هنا بس هاي. لكن ده لك اهلا، لا يسلمك، لا يبارك فيك، لا يعافيك، لا يبارك فيك، على لو عليكم بارك، يطيب عملك، يطيب رضاك. ما العيد ان شاء الله السنه الجايه يلقاك كدي كبير وسمين ومين. والله يجد عندك بغالتين. دي طموح. اي بغال وبكسي واحد 80. ما شاء الله. وبعدين نخش ليه جوا؟ ابقى لا داخل جاء آه. فرش الملايين. نحسوا في كرقشه بيفكوا لك الشغلانيه يعني شويه. كان جاي عريس ولا جاي عريس ولا متعشمين فيك تتزوج واحده في البنات كده. ادخل ليه جوا، فرش الملايات دي. الدنيا دي سخانه، افتح الشباك البيغا دي فيه مناور دول تضررنا بالسخانه. مناور دي شنو؟ المناور بتاعت الشباك اللي فوق دي اللي عاملين لي انقزاز. طيب يا عبد الله، يعني ده بالنسبه للعيد. المرض، يعني المرض بيعبر. يعني تخيل انت مثلا من نسوان العرب عيان بتعبر هو طبعا ده الدكتور بيتعالج باسم الدكتور. كيف؟ يعني تيجي تقول مثلا دكتور قصي ولا دكتور تامر، ما ده ما بعالج. دكتور يقول كبير، دكتور نيرين، جبر الدار، حمدان، اسم كبير كده يعني. انا كان قلت لها الدكتور مديك لي اسمه قصي. لا ده ما بعالج. ليه؟ لانه هم وبعدين شفت الترابيزه البره دي، هاي. الزول ده يجينا هوي و70 في شنو؟ تلاقي ما يعرف مرضنا ذاك ده قروشنا ساهي. خشت الدكتور قال لي طب تشعر بشنو؟ قالت له والله يا ولدي كان شفت نفسي ده بنخم روحي بتنقش، والله مرات شراشي في ديل ينزلن، والراس ده البرق يجيب لي كف والله ده عندي طهرت والدكرين رحيم الله التك والبطن دي جريوات في حفرة ضيقة. الدكتور قال لها شيل الفتيل خجيه كل يوم اشري معلقه، بعد 8 يوم تعالي. 8 يوم جوته فل. يا حاجه ما استعملت، قالت لي بقى لي فيه 4 بقى في شهر. كيف؟ انت قلت لي المعلقه والمعلقه ما تخش في الفتيل. شغل. طيب لما مثلا جات الفحص جات كده، طبعا هم يعني مختبرات طبيه دي يعني ما في حاجه بس بتقول فحيص. البنت فحص لي هوي اديتونا الليل عقوبنا خلا. انتوا ذاتوا يقتل الضاكون عربات، ما تخلونا نخش نحن ماشيين بالمواصلات بكرعين ندير ما فيكم فايده، ما تتحملوا الغنى. واحد عربيه ده يخش اول، الدوق عربيه والدوق عماره تخش اول، نخليك الدنيا دي نقع على البحر. قال لي يا حاجه خلاص خشي. بخش. الدكتور قال لي يا حاجه امشي افحصي. البنت شالت منها العينه، ولانه مره كبيره قالت لها اقعدي جنبي. قعدت جنبها شغاله في الميكروسكوب. تسوي له هاي بتدهي لي ده بكم؟ قال لي حاجه مشكله سلامتك، سلامتك انت بتدوري سلام الزول، كان بتدوري سلام بتدفعوا 70 تتفسوا. سلامه دي من الله، خلي قروشك كم؟ قال لي حاجه 30 هي بنتي بيقه دي. قالت لها نحن زمان نساوي نشوف الكعبه ب 100 جنيه كعبه والحجر الاسعد ب 100 جنيه. الكاميرا بيجيبوها زمان ديك من الحج تعاين فيها كده تشوفها. هاي. طيب الدواء، شراب، طريقه الشراب عندك فيها؟ اما طبعا الحبوب الدكتور اداها حبوب. مره مشوا للدكتور كده والدكتور قال لهم يا اخي هم قاعدين مره وراجله عندهم ولد صغير عيان. بعدين الممرضه مشت وجات لقيته ما في. قلت لهم هي الولد الحين وينه؟ ورسلناه وقالوا ولا. هم قاعدين حارسينه معارضينه ورسلوا الدكان فيه. الدكتور قلت لهم ليه ما؟ قلت لهم قلنا اللي تمشى شويه يجري الدم في عروقه، وقعدت العنقريب بتنشف الدم. قال لهم خلاص ادي حبوب كله وجبه كل 4 ساعات. قالت له هي 4 دام نعرفها يا اخي، الليله 3 معلك اللي 5 مع الصلاه. عبد الله كتر خيرك كثير وسعدنا بك الليله، ضيف عزيز علينا في صالون الفكاهه. مشاهدينا الاعزاء، ربنا كان مد في العمر، باكر بنتلاقى وضيف جديد. نقول لكم دائما تامين ولامين.